ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل بقى صينية الفراخ اللي انتوا شايفينها دي بالبطاطس. هنعمل دبابيس دجاج بالبطاطس. بصوا اللون والجمال والحلاوة كده حاجة خرافية. وهنعمل معاهم شوية رز بالشعرية، وهنعمل مشروب الصوبيا اللي انتوا شايفينه ده، بس انا مكنتش عاملاه، يعني عاملاه قبل كده. يلا بينا نبدأ. في اول حاجة عندنا هننقع دبابيس الفراخ ديت في مية من الحنفية وشوية سكر، وايه تاني، شوية كده من الملح بأي مقدار اللي انتوا حابين تحطوه حطوه. ايوه كده. وهنحط شوية من الخل. حطوا بقى انتوا اللايكات واعملوا الشراط واشتركوا لو لسه ما اشتركتوش. يلا حطوا اللايك، اخبطوه كده. كده احنا عملنا المحلول اللي هننقع فيه الدبابيس. حابين تعملوه بوراك، بفرخة كاملة، تمام. يعني انا زي ما انا قلتلكوا وصفات اللي هننزلها في شهر رمضان ما فيهاش افتكاسات قوي، ولكن ممكن تاخدوا فكرة. محتارين في الاكل، يعني تاكلوا ايه بكره، تشوفوا مثلا الوصفه تجيلكوا الفكره انتوا تعملوا كده. تشوفوا طريقه انتوا جديده مثلا، او تركايه او اضافه انتوا ما بتعرفوهاش، او حاجه جديده عليكم حابين تجربوها كده يعني. هنحط بقى الدبابيس كده تتنقع حوالي ساعه، نص ساعه، يعني انتوا ووقتكم. ماشي. هنسيبها بقى كده تتنقع عقبال ما نجهز ايه باقي الوصفه. اهو بصوركم هنسيبها كده شويه. حطوا اللايكات واعملوا الشراط. هنبدأ بقى نعمل الأول. خلاص بعد ما اتنقعت، صفيتها من المية وشطفتها أو وتحت الحنفية كده عادي. وهنبدأ بقى نعمل لها تتبيلة كده أو تحبيشة كده، نتبل بيها الدبابيس دي. يعني احنا مش هنحطها كده على طول في البطاطس، هنعمل لها لوحدها تتبيلة خاصة بيها. حطيت هنا طماطمايه على بصلايه هضربهم في الكبة، وهقول لكم بقى ايه البهارات اللي احنا هنحطها ايه. ايوه كده. اهو نضرب بقى الخليط ده كده في الكبة، فرم ناعم، افرموه ناعم. بصوا اهو خلاص. هنبهر بقى، هنبهر في الكبة كده عادي. البهارات دي بقى اللي متوفر عندكم. انا حطيت هنا توم باودر وبصل باودر. شايفين انا مجهزة اهي البطاطس اهي ومقشراها وتحبشها وحبشتكنتها. وشوية من الفلفل الاسود، وحبة من بهارات الفراخ. هنحط ايه تاني؟ هنحط بقى بابريكا مدخنة. لو عندكم بابريكا عادية برضو تمام، حط رشة كده بس عشان ما تغيرش طعم البطاطس. وهنحط شوية من الملح، مش هنحط كتير لان احنا لسه هنحدق البطاطس وهنحط كده اضافات. هنقلب بقى كل الخلطبيطة اللي احنا عملناها دي مع بعض كده. ايوه، نظبط التظبيطات ونحط اللايكات. تظبيطات يعني لايكات. قلب بقى كده. هبدأ بقى اخد كل دبوس من دبابيس الفراخ دي واغلفه بالتتبيلة اللي انا عملتها دي. وانا عملت دول اول حاجة عشان يتشربوا من التتبيلة دي ويبقى ايه مبهرين. بصوا نشيل بقى حتة الجلدة اللي باينة دي ونحط تحتيها التتبيلة اللي احنا عملناها. ايوه كده. بصوا ازاي. ايوه تمام تمام تمام. بصوا انا كان معايا هنا كام حتة من صدور الفراخ، كبيت عليهم الباقي. وهبدأ دلوقتي اغسل، وهغسل ايدي بقول لكم. طب لازم اقول لكم. وهبدأ اعمل بصلايه بتاعه البطاطس معانا هنا. للبطاطس معانا بصل، حسب طبعا الكميه اللي انتوا عاملينها هتحطوا البصل. انا معايا بصلتين كده متوسطين، ومعايا كام قرن من الفلفل الرومي، وحته كده فلفلايه حاميه، ودي اختياريه طبعا، وطماطم وتوم. وهنحط صلصه بس مش دلوقتي.
انا هضرب بس البصلايه في الكبه وباقي الحاجات هقطعها. حابين تضربوا كله في الكبه زي ما عملنا بتاعه الفراخ، يعني تحطوا الثوم والفلفل والطماطم كله تمام، بس انا بحبها مقطعه. هنديله كده خبطتين، مش هنعمله ناعم، عايزينه فرم خشن زي ما انتوا شايفين كده. ممكن طبعا تقطعوه او تبشروه بالمبشره، يعني على راحتكم خالص. هننزل بقى كده كميه البصل اللي احنا ضربناها في الصينيه اللي احنا هنعمل بيها فيها خلاص وصفتنا. هننزلها كده وهنبهرها بشويه فلفل اسود الاول قبل اي حاجه. حطيتوا اللايكات، يلا حط. ننزل بقى كميه البصل اللي عندنا دي كلها، منسيبش ولا فرفوته. ايوه كده، تمام تمام تمام. تحسوا ان هي محمرة شوية عشان انا عملتها مكان ما عملت التتبيلة بتاعت الفراخ. هنفرج بقى البصلاية كده وندعكها دعكة كده متينة. ايوه كده، قبل اي ما نقطع اي تتبيلة، اي حباش يعني. هنقطع بقى دلوقتي الطماطم. انا هقطع الطماطم على ارباع كده واقطعها شرايح. حابين تضربوها نص ضربة كده في الكبة أو في الخلاط تمام. بصوا بقى، جبت سكينتي طبعا المكسورة اللي أنا بحبها. بصوا بعد ما بستخدم السليمة دي، أنا عندي كذا واحدة، أنا ما بحبش غير المكسورة. تقولوا لي ليه؟ مش عارفة، متعودة عليها عشان حامية جامد يا ولاد. هنقطع بقى الفلفل ده مكعبات زي ما انتوا شايفين كده، تقطيع عشوائي. طبعا برضو كمية الفلفل حسب كمية البطاطس اللي انتوا عاملينها. وجربوا البطاطس بالطريقة دي هتلاقوها خرافية، طعمها خرافي. ايوه كده، قطع بقى كده. حابين تحطوا كله فلفل كوبي كده او رومي، براحتكم خالص. بصوا حتة فلفلاية كده خدتها من اللي هي بتكون فوق عشان تبقى حامية، دي طبعا ممكن تستغنوا عنها. هنا بقى التوم كنت مفصصاه وهربان مني في المية، فكنت بدور عليه. شايفين؟ قولوا شايفين. حطوا اللايك، ما تكسلوش، حطوا اللايك. اهو معايا كام فص كده من التوم، هقطعهم برضو. حابين تدقوهم في الهون زي ما انا قلت لكم، تضربهم في الكبه، اي شيء من هذا الكلام اعملوه. ده التوم الجديد، للاسف مش بعرف اقشره ازاي، مش عارفه، مببقاش عارفه هو اتقشر ولا لا. فيعني اهو لقيت حته قشره كده رميتها. كده خلاص قطعنا الثوم. هنبدأ بقى نقطع البطاطس. حابين تقطعوا البطاطس شرايح زي ما انا هقطعها تمام. هنقلب بقى التحبيشة كده بتاعت الخضار، يعني بتاع البطاطس اللي احنا قطعناه، وهنبدأ نقطع البطاطس. حابين تقطعوها زي ما انا هقطعها كده شرايح. حاولوا تخلوا الشرايح سميكة شوية عشان ما تتهراش منكم، او مكعبات برضو تقطعوها مكعبات تقيلة كبيرة شويتين عشان ما تتهراش بس منكم، تبقى متظبطة. ايوه كده، قطعنا بقى البطاطس اهو خلاص كده تمام. هاديها بهارات بقى، مش هحط لها بهارات ولا اي كتير، هحط شويه فلفل وشويه ملح. وهحط، استنى شوفوا هحط خمنوا كده، هحط بعد الملح والفلفل تعتقدوا ايوه شفتوا بقى، هحط حاجتين. هحط مكعب مرقه خضار او مرقه دجاج، دي حاجه اضافيه بس بتخلي الطعم حاجه كده مسكره كده وجميله. مكعبين زي ما تحبوا. انا حطيت مكعب واحد بس اكتفيت بيه. وهحط ورقتين لورا، ماشي. برضو ده اختياري، المرقة وورق اللورا ده اختياري، ماشي. اخر حاجة هنحطها بقى عندنا هنا استنوا هتشوفوا دلوقتي، استنى. هنقلب بقى البطاطس مع الخضار اللي احنا قطعناه تقليبه كده متينه، عشان يبقى كله متشرب من البهارات والتتبيله اللي احنا حطيناها. ممكن تحطوا على البطاطس دي رشه من جوز الطيب، ممكن تحطوا رشه من السبع بهارات، اي حاجه من هذا القبيل، ماشي. وتحطوا، ممكن تحطوا لايكات يعني برضو. كده تمام. هبدأ دلوقتي أرص أو أحط الدبابيس بتاعتي
على وش البطاطس، لان دبابيس الفراخ مش بتاخد وقت في السوا، اخدت سوا البطاطس وكانت لذيذة على الاخر. ايوه كده، حطوها بقى كده. هتنزل بقى البهارات بتاعتها دي اللي احنا حطيناها في التتبيلة بتاعت الفراخ دي. البهارات دي هتنزل على البطاطس وتديها طعم لذيذ، والله لذيذ. ايوه كده، حطينا بقى كم قلت لكم، كان معايا كام حته كده من صدور الفراخ، هنزلهم برضو كده مع البطاطس، وهنزل باقي التتبيله بقى على الوش كده بتاعي. ايوه كده، انا بنزل بايدي. تمام. هنحط بقى شويه ميه كده من الجنب، ما نكترش قوي لان لسه الطماطم هتنزل ميه، الفلفل، البصل، كل الحاجات دي هتنزل ميه. ولو حابين تبقى فيها صوص او جوسي كده، زودوا شويه من الميه، ممكن تحطوا شويه من الشوربه لو عندكم اي حاجه من هذا الكلام. هنحط بقى حته كده من السمنه البلدي، زبده، سمنه، نباتي، اي نوع من الدهون حابين تحطوها، تحطوا زيت ذره، كل واحد وحسب الدهون اللي بيحب يحطها. هنقطع بقى كده قطع صغيرة عشان يبقى في كل حتة متشربة من السمنة. ايوه كده، تمام تمام تمام. حطوا اللايكات. هناخد بقى الصينية دي هيلا بيلا كده على النار، وهنغطيها بغطاء حلة. دي كانت سمنة كنت مسيحاها وسايباها تبرد شوية. هنا اهو بصوا بقى، صينية البطاطس بقى بتاعتي بدأت تغلي. هحط لها حتة من قطع كده من الصلصة بتاعت الطماطم. هي كانت في الفريزر، فانا بحطها قطع كده عشان بس تدي لون. حابين تعملوها بيضة برضو تمام، حابين تحطوا صلصة زي ما انا حطيت كده برضو هتبقى تمام. تمام التمام. ايوه، بصوا بقى، والبطاطس دي بتستوى. هتبدأوا تقلبوا طبعا دبابيس الفراخ ديت من حين لآخر. ماشي. هنعمل بقى هنا حبة رز بالشعرية، عملناه قبل كده برضو، بس انا لازم اوريكم كل خطوة من خطوات. هنحط هنا كده حبة من السمنة، حتة كده من السمنة او الزبدة او الزيت، وطبعا حسب كمية الرز اللي انتوا هتعملوها. هنحط شعرية ونشوح طبعا الشعرية في هذا الكلام لغاية ما توصل للون اللي احنا حابين نوصل له. ايوه كده، نقلب. بصوا هنا بقى البطاطس بتاعتي قلبت الدبابيس وسبت تغلي اهي، وهنا الشعرية بدأت تاخد اللون اللي انا حباه او اللي انا محتاجاه اهو. بصوا كده، ايوه دي بس تقليبة، نلم الجناب كده عشان الشعرية بتطلع على الجناب، فالجناب دي بتبقى بيضة ما اتحمرتش. هبدأ دلوقتي احط الرز المغسول. ايوه كده، نصفيه بايدينا او نحطه في مصفى اللي هي السلك. تمام، برضو انا دورت على مصفى السلك ما لقيتهاش، فقلت اتصرف يا ولاد. حطوا اللايكات يا ولاد، حطوا حطوا. صفي بقى كده حبة الرز ونديله ايه، تقليبة. هديله بقى هنا تقليبة كده، تشويحة مع الشعرية والسمنة، عشان بس كل رزاية تتغلف في حتة السمنة اللي احنا حطيناها في الأول، ويبقى مفلفل كده ولذيذ. هنحط بقى كده المية، ونحط طبعا ايه، الملح. حابين تحطوا مكعب مرق تمام، حبة فلفل اسود تمام. اهو هنا خلاص الرز بتاعي بدأ يغلي. اقلب كده تقليبة،
اول ما يغلي الرز عشان يظبط معاكم زي ما انتوا شايفين كده، نوطي عليه. وهنا طفيت خلاص، كنت على البطاطس. نوطي على الرز ونحط شياطة وهيبقى تمام التمام. بصوا بقى البطاطس هنا ايه اتظبطت، هي ما اتهرتش، بس انا حبيت اوريها لكم ان هي استوت على الاخر. هنا بقى التقديم اللذيذ الخطير، شايفين بقى الوصفة تحفة ازاي. احنا كده خلصنا وصفتنا. ما تنسوش اللايكات والشيرات، واقول لكم سلام.